السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلًا بيكم معايا النهارده في حلقة جديدة ليّا وفيديو جديد. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلك كل جديد إن شاء الله. النهارده قُلت أعمل معاكم كيكة بالبرتقال، الكيكة دي كلنا بنحبها وطلبت مني فقُمت عملتها، وبعد بعد ما خلصت قُمت عملت واحدة تانية غيرها. معايا أول حاجة كوباية من السكر، كوباية من عصير البرتقال، معايا زيت على سمنة، معايا 3 بيضات، كوبايتين من الدقيق، تمام؟ ومعايا كمان 4 بواكي فانيليا، واحدة بيكنج باودر. خلاص كده هابتدي أول حاجة أنزّلها عندي في الخلاط السكر، كوباية السكر، تمام، وهانزّل كمان كوباية عصير البرتقال، وهانزّل معاهم كوباية السمنة على زيت، تمام، تمام كده. بعد كده هابتدي بقى أنزل عليها بال3 بيضات بتوعتي، تمام. هاكسر معاكم ال3 بيضات وأقول لكم هنعمل إيه تاني، تمام. الكيكة دي ما خدتش مني وقت، ما خدتش مني أي حاجة. صلّوا بينا على النبي صلى الله عليه وسلم. عايزة أقول لكم إن هي خلصت في أقل من 3 ساعات تقريبًا، كانت يعني خلصت أكل. الحمد لله، الحمد لله الكيكة دي خلصت يعني تمامًا الحمد لله. وقُمت عملت بعدها واحدة تانية، تمام. هاضربهم بقى في الخلاط بعد ما أحط الفانيليا. كده أنا حطيت ال4 بواقي فانيليا، ضربتهم في الخلاط. هابتدي بقى أنزل معاكم بكوبايتين الدقيق، هابتدي أنزل بقى بالدقيق في البولة بتاعتي، تمام، وهانزل عليهم البيكنج باودر. يا رب يكون الفيديو النهارده يكون عجبكم. ما تنسونيش بقى في اللايك والشير وسبسكرايب في القناة وتفعلوا زر الجرس، وقولوا لي عايزين وصفات ايه تاني. ولو عايزين نطلع في مرة بث مباشر قولوا لي وانا هطلع بث مباشر ان شاء الله على التيك توك او على اليوتيوب او على الفيسبوك. انا معاكم في كلا الاحوال ان شاء الله، او على الانستا، تمام. صلوا بينا على النبي صلى الله عليه وسلم. هابتدي بقى نقلبهم بقى قبل ما احط الخليط بتاعي، احط رشة الملح واقلبهم بالمضرب السيليكون اللي عندي عادي. بعد كده احط بقى الخليط، تمام. دلوقتي انا بضربها بالمضرب يعني بتاعي وكده. هبتدي انزل بقى بالخليط، دي اهم خطوة يعني ممكن تعمليها، ان انت الاول تقلبي الدقيق والبيكنج باودر والملح، قلبهم مع الخليط تقليبة كويسة جدا. بعد ما قلبتها تقليبة كويسة جدا هبتدي انزلها في الصينية بتاعتي، تمام. انا حطيت شوية زيت، انا كده حطيت الزيت نطرة بسيطة وبلمع بيها بقية الجوانب كده عشان ما تتحرقش مني او ما تلزقش، تمام. بتدي طعم حلو جدا، ويعني بتخلي سمنة او زيت، بس انا بحب احط لها زيت مش سمنة، تمام. هنزل بقى بالخليط بتاعي في الصينية بتاعتي او الطاجن بتاعي، انا عاملاه في طاجن. تاني مرة عملتها بقى في الصينية، بجد يعني كانت طعمها تحفة. طلبت مني يعني ناس يعني اخواتي طلبوها مني ان انا اعملها لهم تاني وعملتها لهم، بصراحة كانت تحفة. يلا بينا بقى هوريكم شكلها كده بقى بعد ما خلصت. اتحطت نص ساعة في الفرن وجربتها بالشوكة. شفتها استوت ولا لا، لقيتها استوت وقطعت لكم دلوقتي حتة منها. ما تنسونيش في اللايك والشير وسبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله. والى اللقاء في حلقة جديدة ليا، مع السلامة.